طيب لو انت محتار ما بين منطقتين احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، المستقبل سيتي والتجمع السادس، فتعالى اعمل لك مقارنة كده بسيطة ما بين المنطقتين دول، من بره عن الديفلوبرز. يعني ايه اللي هتاخده في المنطقتين دول؟ طيب المنطقتين دول مميزين، احنا هنتكلم النهارده على المميزات بتاعتهم. تمام. طيب مقارنة بسيطة كده، مدينة المستقبل هي مدينة كومباوندز بس، فده معناه ان انت هتضمن المستوى الاجتماعي بتاعك في اللي انت عايد فيه. طيب كمان في الاستثمار بتاعك، فانت الارقام بتكبر مرة واحدة، بالذات لما تبتدي المشاريع دي تسلم المراحل الاولى بتاعتها، وشفنا ده في امثلة كتير قوي موجودة دلوقتي حالا في المستقبل سيتي. طيب بالنسبة للتجمع السادس، هي منطقة سكنية تابعة للجهاز بتاع التجمع الخامس، أو تبع الجهاز القاهرة الجديدة. فيها كل المشاريع، يعني فيها بيت وطن، فيها كومباوند، فيها أماكن تجارية، قطاع التجاري. فهي منطقة كويسة جدا، بس هي مش جيتد كوميونيتي. طيب بالنسبة للمعيشة، المعيشة في المستقبل سيتي أقرب. يعني احنا لو بنفكر في ان احنا نشتري عقار عشان نعيش فيه بعد كده، هيبقى المستقبل سيتي اقرب. يعني وقت ما هتستلم هتعرف تسكن. تمام. ليه؟ لان المستقبل سيتي مربوطة بجدول زمني محدد لكل مرحلة فيها، هي متقسمة مراحل، فكل مرحلة ليها فيها جدول زمني بيكون فيه كل الخدمات والحاجات الأساسية محطوطة فيها. فده بالنسبة للمستقبل. طيب بالنسبة للتجمع السادس، هي مع الوقت هتسكن وهتعمر مع الوقت. ملهاش جدول زمني محدد، هي قطع أراضي بتتباع وكل مطور ليه جدول الزمني بتاعه اللي مربوط بيه مع الجهاز. فدي نقطة تانية. طيب بالنسبة للمستقبل سيتي، مشروع خاص، يعني ضامن المستوى بتاعه، لأن هو دايما من النهاردة بيحافظ على فكرة إن هو مدينة كاملة. هتلاقي دلوقتي اتوبيسات بتاعت شركة ميدار اللي هي مسؤولة عن المستقبل سيتي، وهتلاقي لما تخش المستقبل سيتي في جدول زمني لكل حاجة، هتلاقيها منظمة أكتر. في مكان مثلا بتاع البدل ففيها خدمات من النهاردة رغم إن مفيش سكان كتير. فهم دايما هيحافظوا على نقطة الكواليتي أو السكنة السريعة بالخدمات بتاعتها السريعة. تمام. بالنسبة للتجمع السادس، هي منطقة سكنية امتداد للتسعين الجنوبي، فهي منطقة كويسة جدا، هتكون ليها مستقبل، بس الخدمات بتاعتها هتبقى عادية جدا زيها زي أي منطقة كده زي التسعين عادي. تمام. طيب بالنسبة للاستثمار، الاستثمار في المستقبل سيتي بدأ من فترة كبيرة. فالاستثمار دلوقتي هو كويس فيها، بس هتنتظر شوية كمان. يعني لسه ما وصلش لاعلى ليفل ليه، بس هو دلوقتي اسعاره برضو نطت شويه عن الاول. الاستثمار في التجمع السادس هيكون افضل شويه، لان المنطقه نفسها بكر شويه، فلسه فيها قطع اراضي ولسه فيها ديفلوبرز هينزلوا، فيها ديفلوبر تقال قوي هينزلوا، ففيها استثمار كويس، والفتره الجايه دي هيكون محترم قوي. طيب من الاخر، في المستقبل سيتي هتسكن جوه كومباوند جوه مدينه مقفوله. اما في التجمع السادس انت قاعد جوه الكومباوند بتاعك، كأنك واخد مثلا في على الشارع عادي في التسعين. هي حاجة كويسة جدا، والريتيرن اوف انفستمنت بتاعها هيكون كويس، بس مش دلوقتي خالص، قدامها فترة كبيرة، فده حاجة كويسة. كان معاكم شادي شردي، تيم ليدر استرا جروب. شكرا جدا.